نصيحة سعدية النهاردة لكل زوجة عنادية. خلي بالك، بصراحة مش كلامي ولا أنا عقوله من دماغي، أنا عجبني عندي واحدة صاحبتي قلت أقوله لكم ويا ريت نسمعه زين. بص يا كل زوجة عنادية، جوزك ما سابش حياته العزوبية علشان طول الوقت يلاقي راجل قاعد قدامه في البيت. ما هو زمان كان قاعد مع أهله، ولما بيسافر هيقعد مع صحابه اللي من نفس جنسه. هو اتجوز علشان يلاقي أنثى في البيت، مش بس أنثى في شكلك لكن في أسلوب ولين بنات الأصول. جوزك ما سابش حياة العزوبية والروقان المادي علشان طول الوقت يتبهدل في شغله ويلتزم بأقساط ومصاريف ليه ولغيره، وما يلاقيش مني غير الشكوى وعدم التقدير. جوزك ما كانش عايش من غير بيت قبل الجواز، بس اختارك انت يعيش بيكي ومعاكي في بيت جديد، يحس في بيته انه مرتاح ومستقر نفسيا، ومعاه بنت أصول فاهمة وواعية، أو على أقل بتحاول تفهم وتدرك يعني إيه جواز، وتفوق عاد من دلع البنات وتفهم يعني إيه راجل تعبان طول اليوم في شغله. الرجالة هتتجوز علشان تلاقي السكن والمودة زيك، الرجالة هتتجوز علشان تلاقي السكن والمودة زيك بالظبط، مش عشان يلاقي التكشيرة والخنقة والعند والزعل طول الوقت. هو مش عايش في البيت كمالة عدد، ولا هو واش بنك فلوس، هو عايز يحس براحة في بيته، وإن البيت مهما كان ضيق واسع بحبك ليه وفهمك ليه. هو اختار يتجوز علشان يعف نفسه، مش علشان تضغط عليه بالنكتة دي. مفيش أسهل من بنات برا اللي في كل الطريق، ولكن اختارك انت وعايز يعيش حلاله معاكي. الكلمة الطيبة صدقة، وحتى شكوتك لو مقصر لو اتقالت باسلوب كويس هيلين قلبه قدام إحسانك. هو مخلف أطفال علشان يفرح، هو كمان مخلف أطفال علشان يفرح بحسن تربيتهم ويساعدك تربيتهم، مش علشان طول الوقت مشغولة عنهم بمين عملت ومين اشترت ومين جابت ومين خدت، ومستعد يدفع كل اللي معاه علشان يشوفك مبسوطة. لكن هيبطل عطاء لو شافك طول الوقت ناكرة جميل، وتفهمي إن جنب احتياجاتك حاجات تانية بيعملها لمستقبلكم، مش دايما باصص لتحت رجليه. جوزك نعمة، وخصوصا لو عارف إنه طيب وبكلمتين حلوين بيصفى. بلاش طول الوقت نكسف المشاكل، وافتكري إن دايما الجواز مودة ورحمة.